صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل لايك عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد من الناس. عشاء بقى الشطشطه خلاص، بما اننا داخلين على الشتاء فطبعا لازم يكون عندكم كده خزين الهريسه. الناس اللي بتحب الحاجه الحاميه او الناس اللي بتحب تعمل بيها الاكل او تخلط بيها بتنجان، يعني ليها حاجات كتيره. يا اما بتتاكل في السندوتشات الناس اللي بتحب الحاجه الحاره، فهنعملها بطريقه سهله. والايام دي الفلفل حلو جدا، فهنعملها بطريقه سهله كده وبسيطه. جبت الفلفل زي ما شفتوا كده، نضفته وبعدين غسلته غسله كويسه. وبعدين بقى هبتدي كده، لازم اهم حاجه بس تلبسوا جوانتيات، كذا جوانتي، بحيث ان هو ما يخليش ايديكم تحرقكم يعني. انا كنت الاول بعملها بالبذور اللي جوه دي، بس بتبقى حاميه جدا جدا بالبذور اللي جوه. فحاولت النهارده ان انا انضفها واعملها من غير الزريعه اللي هي اللي جوه دي. فبقيت كده اجيب الفلفل افتحه زي ما انتوا شايفين كده، انضفه وابتدي اقطعه كده على اتنين، بحيث ان احنا لما نيجي نفرمه يكون سهل الفرم معانا. هبتدي بقى اعمل كل الكميه اللي عندي كده بنفس الطريقه لحد لما اخلص كل اللي عندي، وبعدين هوريكم هنعمل فيه ايه. طبعا انتوا حابين تخلوا الزرعه اللي جوه دي عادي، هو في كلتا الحالتين يعني هو حامي وحراق. بس انا اوقات كنت انا يعني على طول بعمله بالزرعه اللي جوه دي. فانتوا لو حابين تشيلوها زي ما انا عملت شيلوها، حابين تعملوها زي، بس انا رأيي بصراحة الافضل يعني، لان متعب جدا ان انتوا تفضلوا تفتحوه وتطلعوا الزراعة اللي جوه دي. اعملوا بيها، هو كده كده في الحالتين زي ما قلت لكم بيبقى حراق، وبالعكس الزراعة اللي جوه دي بتديله طعم حلو لما بتتعمل. انا كنت على طول بعمله بيها، فاعملوه بيها وخلصوا نفسكم يعني. قطعوه كده كله زي ما هو، ولا تطلعوا الزرعة ولا تعملوا. وممكن بقى عشان تبردوه شوية تيجي تحطوا معاه الفلفل اللي هو الفلفل الالوان الاحمر. حطوا معاه يعني خلوا الزرعه اللي جواه، وهاتوا الفلفل الاحمر الكبير ده حطوا معاه مثلا نص كيلو ولا حاجه، هيبرد الحرقان شويه. فانتوا لو حابين تعملوا كده اعملوا زي ما قلت لكم، بدل ما تفضلوا تطلعوا كده. ولو بقى انتوا حابين تطلعوها، هي برضو بصراحه لما الزرعه دي طلعت، لما جيت عملتها طلعت ناعمه كده وطلعت حلوه، وما فيهاش اللي هي الزرعه اللي جوه دي. بصوا انا نضفت اهي كل الكميه اللي عندي كده، وهي بوريكم من جوه خلاص كلها ندفت. هجيب بقى الكبه بتاعتي وفصصت عليها كام شويه توم كده حلوين. لازم يتحط فيها توم. الناس اللي ما بتحبش التوم تقول لك لا، يعني هي لازم تتعمل بيها توم. فهنحطها كده في الكبه بقى بالثوم كده، ونبتدي نفرمها زي ما انتوا حابين تفرموها خشنه، تفرموها ناعمه، اللي انتوا حابينه افرموه. طبعا في ناس كتيره جدا 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 بتعمل الهريسه دي، ان هي تغسل الفلفل وتحطه كده في الكبه تضربه وتحط عليه ملح وزيت وخلاص على كده وتشيله في الفريزر. انا مش بعمل كده، انا بحطها على النار. الخطوه بتاعت على النار دي بتخلي طعم الهريسه حلو جدا، وهي الهريسه الاصليه اصلا بتتحط على النار. دي حاجه. وتاني حاجه بتخلي مدة الحفظ بتاعت الهريسة أطول. يعني لما بتحطش على النار دي لازم تملي تبقى في الفريزر، أو لو هتحطوها تحت وبتستخدموها باستمرار. لكن لما بتتحط على النار بيبقى ليها روح شوية وبتقعد مدة أطول. فده الفرق بين الهريسة اللي هم. وغير كده لما ما بتحطش على النار تبقى طعمها طعم الفلفل الأحمر العادي، لكن لما بتتحط على النار طعم الهريسة طعمها حلو فعلا. يعني حتى لو حطيتوها في سندوتشات، عملتوا بيها اي حاجة، بتبقى ليها طعم مختلف نهائي عن اللي هي مش بتتحط على النار. ده رأيي يعني، مش عارفة بصراحة. هبتدي بقى. بصوا كده انا فرمت اول جزء وبدأت احط الكمية التانية، وهفرمها برضو. هفضل انزل اللي في الجناب وافرم تاني لحد لما اخلص كل الكمية اللي عندي. وزي ما قلت لكم الثوم بفرمه معاها. في اللحظة دي انا حطيت كده حلة على النار وبدأت احط فيها نص كوباية زيت تسخن. واول ما نص كوبايه الزيت دي سخنت حطيت فيها معلقه صلصه واحده. الصلصه بتديها لون، تديها طعم برضو مختلف، تديها ريحه مختلفه. جربوها هتعجبكم جدا وما تقولوش لا. جربوا وبعدين يعني احكموا عليها. فدلوقتي انا في الوقت ده بقى خلاص بعد ما فرمتها كده ناعم وانا شايفه ان هي اتفرمت كويس، هبتدي بقى احط الحله على النار واحط فيها نص كوبايه زيت، واحط فيها معلقه صلصه واحده بس، واحده بس اهي. بصوا الحله بتاعتي هحط فيها نص كوبايه زيت كده، وهحط معلقه صلصه واحده، واسيبها تطلع بس الماده الحافظه بتاعتها.
وبعدين بروح نازله بالفلفل اللي انا فرمته ده كله، بنزل بيه في الحله. في اللحظه دي مجرد ما نزلنا بالفلفل في الحله، في اللحظة دي انتوا بتوطوا النار، تخلوها شمعة على لان الفلفل ده سهل جدا جدا الحرق او اللسعة. فما تعلوش النار عليه خالص، خلوها شمعة كده خالص. هتفضل زي تبقبق كده، تطلع كل المية اللي جواها. لازم تنشف كويس على النار يا جماعة، عشان ما تبص منكم. هي دي الخطوة اللي بتفرق، ان احنا بنحطها على النار ليه؟ عشان تنشف كل السوائل اللي فيه، المية اللي في الفلفل دي كلها، فبالتالي تقعد في التلاجة وما تبص مننا. كده بصوا انا حطيت اهو معلقه صلصه واحده بس كده. بدات اللي انا اشوحها في الزيت بتاعي، اول ما حسيت ان هي خلاص طلعت الماده الحافظه بتاعتها، هروح جايبه بقى الفلفل بتاعي ونازله بيه في الصلصه والزيت، وهديله تقليبه واحده، وهسيبه على نار شمعة لحد لما اجي كده احس ان هي خلاص ما بقاش فيها ميه نهائي. بصوا الفلفل ده كله كده فيه ميه، لازم تنشف على النار. هحطها بقى كده على النار لحد لما رايحه جايه طبعا ببص عليها لحد لما احس ان هي نشفت من الميه. طبعا بتبان في الاول، هتشوفوا فيها ميه ازاي، وبعدين هتلاقوا ما فيهاش ميه نهائي. فدي اهم خطوه، لازم في الراحه والجايه تقلبيها تقليبه كده، لان زي ما قلت لكم الفلفل بيمتص درجه الحراره على طول، فممكن يتلسع منكم وممكن يتحرق، فتخلي بالكم يعني. هنا بقى كده خلاص هسيبها على نار، هغطيها واسيبها على نار هادية خالص لحد لما احس ان هي نشفت نهائي من المية بتاعتها. بصوا دلوقتي هوريكم منظر ان هي مطلعة مية قد ايه، وفي مية قد ايه فيه. بصوا هي كده في لسه فيها مية. هستنى بقى لحد لما احس ان هي نشفت، هروح مقلباها اهي. كل ما احس ان هي تنشف، هي كده خلاص بدأت يعني تنشف خلاص. حطيت عليها معلقة ملح، وحطيت هنا في ليبيا بيحطوا كراوية وكزبره ناشفه، الاتنين مع بعض بيبقوا مطحونين، بيحطوا شويه من دي وشويه من دي. انا في مصر كنت بحط، لان احنا طبعا في مصر ما عندناش ثقافه استخدام الكراويه كتير، بس عادي ممكن تجيبوا كراويه وتطحنوها وتحطوا شويه. لو ما عندكمش ممكن البديل ان انتوا تحطوا شويه كزبره ناشفه بس، ومبتحتاجش اي حاجه تاني، ملح وكزبره ناشفه او ملح وكزبره وكراويه، هما دول اللي بنحتاجوهم. كده خلاص بقى هسيبها كمان تاخد غلوتين كده بالملح بتاعها وبالكراوية والكزبرة، ونطلع اخر حاجة في المية اللي فيها. وطبعا ما تحطوش ملح كتير عشان ما تبقاش حادقة، بس الملح بيديها تطعيمة بس كده. هنا كده هقلبها بقى كلها خلاص، واسيبها بقى تنشف خالص من المية اللي فيها. وبعد ما بتنشف بطفي عليها وبسيبها بقى تبرد نهائي، ما بعباش. اهي دي الكراوية اللي انا حطيتها، ما بعباش بقى غير لما بتبرد خالص، ما ينفعش نعبيها وهي سخنه نهائي، بتسيبوها لحد لما تبرد خالص. دلوقتي بقى في الخطوه دي كده انا هسيبها زي ما قلت لكم تطلع بس اخر شويه ميه فيها، وخلاص كده هي نشفت. وهبتدي بقى اللي انا افضيها. بصوا لونها وبصوا شكلها حلو جدا جدا وريحتها حلوه جدا. انا الكيلو فلفل طلعوا معايا دول كبار مش صغيرين. طلعوا شويه حلوين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا لسه مكملين.